عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. سمحوا لي غبرت عليكم شهر تقريبا، سمحوا لي بزاف. على بركه الله اليوم غادي نشارك معكم واحد البسبوسه زوينه بدون بيض بدون زيت، كتجي غزاله وكتجي همويه وكتجي زوينه. ان شاء الله تجربوها لوليداتكم ولضيافكم على بركه الله. انا عندي هنا نص كيلو ديال السميده، عندي 4 الكيسان ديال العنبه ونص، ما يعادل نص كيلو. هادو هما القياس ديالهم، لحقاش كيقولوا لي من الاحسن عبري لنا بالكاس ديال العنبه باش نعرفوا القياس. عندي هنا كاس ديال السكر ديال سنيده، هنا عندي كاس ديال الكوك. بغيتو تبدلوه بالبودره ديال اللوز ديروا البودره ديال اللوز او الكوك، هادو كيناسبوا في البسبوسه. عندي هنا ياغورت طبيعي، عندي خميره ديال 8 غرام، عندي هنا الحليب كاسونس، وعندي 125 غرام ديال الزبده هي كتذوب غادي نجيبها. هنا عندي 3 الكيسان، دابا نعبرهم لكم رانا عبراهم. عندي هنا باش نصايب السيرو عندي 3 الكيسان ديال العنبه، وهنا عندي نص كاس ديال المزهر باش غادي نسمو، وغادي ناخذ كاس ديال السكر غادي نعبرو لكم دابا نوريه لكم ان شاء الله، وشويه ديال الملحه وصافي. والمول خلاص ها هو عندي انا دهناه بالزيت ولا ديروا له الزبده وشويه السميده الا بغيتو. على بركه الله انا غادي نبدا. غادي ناخذ المواد السائله باش نجيب الزبده ديالي، راه هي كتذوب 125 غرام ديال الزبده. غادي ناخذ المواد السائله، ها هو عندي كاس، بسم الله. غادي نزيد عليه نص كاس اخر، عندي كاس ونص ديال الحليب، عندي ياغورت طبيعي، غادي نزيد عليه رشه د الملحه غير شويه. غادي نزيد الزبده، انا عندي هنا 125 غرام ديال الزبده مذوبه. غادي نحرك مزيان ونضيف العناصر بالتدريج وحده بوحده. ان شاء الله هادو القاعده ان شاء الله يدخل عليكم بالنجاح لوليداتنا كاملين، المسلمين كاملين، المسلمات اجمعين، يدخل عليكم ان شاء الله لوليداتكم بالصحه والهنا والنجاح. النجاح ان شاء الله تشوفوا وليداتكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. انا زدت كاس ديال سنيده، غادي نزيد كاس ديال الكوك، ما كانش الكوك ديروا بودره ديال اللوز باش كيعطي واحد المذاق زوين. غنخلط هاد العناصر كامله وغادي نزيد السميده، بسم الله. ها الكاس الاولاني ونحرك ونزيد الكاس الثاني، وغادي نزيد الخميره الكيماويه ديال 8 غرام ونخلط مزيان، ونزيد الكاس الثالث، ما غاديش تكون عندنا جاريه بزاف، تكون بين وبين. المهم انتم غادي تشوفوا معايا. انا غادي نزيد الكاس الرابع وزدت الكاس ونص اللي باقي، نخلطو مزيان. الا ما قدكمش زيدوا واحد شويه ديال الحليب، الا جاتكم شويه قاصحه زيدوا واحد نص كاس ولا كاس ديال الحليب باش ما تجيناش قاصحه. صافي انا غادي نخلط هذا الشيء مزيان صافي ونديرو في المول وردها طيب، ونوريكم السيرو شحال ديال من كاس والسكر ومزهر، ونخليو السيرو ديالنا يطيب شويه غير 5 دقائق وغادي نطفيو عليه. صافي انا غادي نسالي، غادي نديرها في المول ديالي ونديروها في الفران ان شاء الله طيب. دابا الفران انا شعلته راه كيسخن، كنت ديجا منقصه له العافيه ديال الغاز. اللي عنده الفران ديال الضوء يديروا على 180 يدير البسبوسه ديالو. المهم دابا انا غادي نردها في الفران طيب عاد ونوريكم السيرو باش كي نخرجوها سخونه يكون عندنا السيرو بارد. كانت عندنا هي بارده نديرو السيرو سخون، متفاهمين؟ هو هذاك. يلا على بركه الله انا غادي دابا نديرها في الفران طيب ان شاء الله. دابا البسبوسه ديالنا راه كطيب. دابا انا غادي نضيف السيرو باش نردو حتى هو يطيب باش كي نخرجوها يكون هو عندنا دافي. المهم نخليو غير 5 دقائق تقريبا. ها هو عندي كاس ديال العنبه غادي نضيف له، ها نتوما العبار عندي 3 الكيسان، بسم الله. ها واحد
جوج، ها ثلاثه معبورين نيشان. وغادي نضيف عليهم عندي نص كاس ديال المزهر باش كتعطي واحد النكهه وواحد اللذه كتجي زوينه كتجي غزاله. المهم دابا انا غادي نردها على البوطه 5 دقائق وغادي نطفي عليها صافي. يلا على بركه الله. هانتوما بعد ما طابت لي البسبوسه ديالي وخليت هادو واحد 6 ولا 7 درتهم مفردات في ليمول ديال لي طارطوليت وديال لي كيش. دابا انا هي راه باقي سخونه والسيرو انا راه عندي طاب. غادي نسقيها غير بشويه بهذه الطريقه، خليوها تشرب السيرو ديالها مزيان. هي من الاحسن نبيتوها باش تشرب باش تجي معلكه وتجي غزاله. نخلي هاد شويه باش غادي نسقي هادوك 6 الحبات اللي نقصتهم. بغيتو ديروها راه غادي تجيكم عاليه حتى لهنا. انا غير قلت نزيد حتى هذوك الحبيبات كيجيو مفردات، الا بغيتو ديروهم مفردات ديروهم وعلاش لا. بالنسبه للتزيين انا عندي هنا الكوك، اي حاجه بغيتو تزينوا بها ما كاين مشكل. هنا عندي اللوز ايفيلي راه حمرته، ملي كانوا هما يطيبوا حمرته شويه. وهنا عندي الورد باش غادي نزين ان شاء الله. وهادو راه فايت هاد لي طارطوليت فايت شاركتهم معكم في واحد الفيديو وقلت حتى هما نزيدهم اليوم للكوتي لوليداتي ان شاء الله. ونتمنى تجربوا هذا الشيء ان شاء الله يا ربي. المهم دابا انا غادي نخليها تشرب مزيان، عاد غادي نفينيها ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله وبالصحه والراحه. انا بعد ما ساليت الفينيسيون انا هذه الطريقه باش فينيتها. فينيوها نتوما بغيتو تخليوها هكاك طبيعيه مرحبا، بغيتو تفينيوها باي طريقه عندكم الحاجه اللي عندكم في الدار ديروها ان شاء الله. انا دابا راه سقيتها مزيان وخليتها غادي نبيتها حتى الغدا ان شاء الله عادو ناكلوها ان شاء الله بحول الله. نتمنى تجربوها وبالصحه والراحه ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد ان شاء الله بالصحه والهنا والمغفره وبصحتنا على هاد الشتيوه اللي دخلت مع هاد ذو القعده ان شاء الله. نتمنى لكم النجاح لوليداتكم في هذا الشهر ان شاء الله، ربي يعاونهم ويسهل عليهم يا ربي امين. وتهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.